شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده المحاضره بتاعتنا سهله اوي سهله اوي سهله اوي. انا على طول بقول كرونيك اوبستراكتيف بالمونر ديزيز SCOPD دي، يعني يا دوبك هي كلمتين ونص. في ناس كان بيقولوا لي يا عم كلمتين ونص ايه؟ والله العظيم هي فعلا كلمتين ونص. انت بس عايز تعرف فيها الديفينيشن مهم جدا. عايز تعرف التايبس بتاع الCOPD، عايز تعرف التريتمنت، عايز تعرف الكومبليكيشن بس. بالنسبه للاسسمنت والنيرسنج بروسيس والكلام ده كله، بص يا اسطى، بديهي. كان في كمان حاجه كده، كنت انا يعني قايل لناس صحابي ان هي مش تيجي وفعلا جت. يعني كان في واحد صاحبي بسم الله ما شاء الله عليه، بدون ذكر اسامي، بسم الله ما شاء الله عليه، وقال لي ان هي فعلا ممكن تيجي وفعلا جت. يعني هي جت فعلا في الميد ترم اللي فات. فيعني ربنا يبارك له، وان هو نبهنا لحاجة، وانا ان شاء الله هشرحها بتفصيل التفصيل. وهو اقسم بالله الحوار سهل. عايزك بس تركز معايا وتشوف المشروب اللي انت عايز تجيبه والسناكس، بس حاجة خفيفة كده، فاهم؟ وتبعد عنك اي مشتتات، وتخش كده المحاضرة فاتح صدرك ومستنبه كده ومتحمس معايا. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هما كلمتين ونص، وهخلص لك المحاضرة دي بإذن الله. مش هنكمل فيها تلت ساعة، نص ساعة بالكتير أوي، وان شاء الله خير. طولنا في المقدمة قوي. عايزك بس تقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام. خش كده معايا المحاضرة بصدر طيبة كده وبنية كويسة، وإن شاء الله اللي انت بتتعلمه ده ينفعك وينفع الناس، وربنا يستخدمك فيه، يعني يستخدمك في الخير بإذن الله بهذا العلم. تمام. نخش كده اول حاجه خالص. سيبك من الانترودكشن، قلت لك الانترودكشن محدش هيسالك فيها خالص، يعني في الدنيا دي كلها اي حاجه محدش يسالك في الانترودكشن. خش على الديفينيشن. بيقول لك الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. بيقول لك هو دي ديزيز ستيت يعني حاله، كاركترايز ان هو شكله عامل ازاي. باي اير فلو ليميتيشن. اير فلو ليميتيشن يعني المجرى اللي بيمشي فيه الهواء بيحصل له ناروينج. ليميتيشن يعني بيتحدد، يعني بيقل. ليميتيشن بيقل او بيتحدد مجرى الهواء بيقل، يعني فاهمني؟ بيقول لك هو نوت فولي ريفيرسيبل، يعني هو ما ينفعش على فكره، غلط قوي. يعني انا لو جات لك irreversible وانت شفت الكلمه دي يعني اتقالت في المحاضره بدون ذكر اسم الدكتور، هي قالت لك يعني هو كده ريفيرسيبل ولا irreversible. هو ما ينفعش تبقى irreversible. يعني هي كلمة irreversible يعني هو يقدر ان هو في بني ادم، في حد في الدنيا عايش ان هو يقدر ياخد inhalation وما ما يطلعش exhalation. يعني في حد يقدر ان هو ياخد شهيق وما يطلعش زفير؟ اكيد ما فيش كده. بس هي not fully reversible، يعني هي مش رايحة وجاية، يعني فاهم، بالشكل النورمال. يعني هو الهواء بيخش بس مش بيطلع كله زي البني ادم الطبيعي. يعني البني ادم الطبيعي التو لانج بتوعه، تمام، التو لانج بتوعه بيقدروا ان هم يستحملوا 6 لتر. يعني هم يقدروا كده ياخدوا شهيق انهيليشن، يقدروا ان هم ياخدوا 6 لتر. تمام. اما بيجوا يطلعوهم بقى في الاكسهيليشن بيطلعوا 5 لتر، ما يقدروش يطلعوا اكتر من كده. وممكن يطلعوا كمان 4 لتر ونص، بس هو في النورمال بيطلعوا 5 لتر. هتقول لي طب اللتر ده بيروح فين؟ ده حاجه اسمها ريزيدوال فوليوم. ريزيدوال فوليوم ده اللي هو بيفضل فاتح لك الاكياس الهوائيه اللي هي الفيولاي عشان ما تلزقش ببعضيها. الاكياس الهوائيه دي ايه الفانكشن بتاعتها؟ عشان احنا ساعه الشابتر بتاع الفسيولوجي ساعتها حصل دروب كده والدكتور ما شرحهاش. الكيس الهوائيه دي اللي هو بيبقى فيها، بيحصل فيها تبادل الاغذيه، تبادل الغازات بينها وبين الكابيلاري. يعني بيجي كده الدم الكابيلاري، انت عارف ان الوول بتاعه الكابيلاري بتبقى خفيفه قوي، بتسمح بتبادل الايه الغازات، بتسمح بالجاز تشينج. تمام. يعني هو الكيس اهو، تمام، وده الايه، وده الكابيلاري. تمام. ده الكابيلاري. بيطلع من هنا الويست برودكت، بيطلع هنا الثاني اكسيد الكربون، تمام، الكربون دايوكسيد. وبينزل هنا الايه، بينزل هنا الاوتو. تمام. بينزل للكابيلاري وبيطلع الايه، وبيطلع الكربون دايوكسيد. بيحصل هنا تبادل الغازات. دي ما ينفعش ان هي تقفل على بعضيها، فلازم بيكون فيها ايه، نسبة هواء. انت عندك اكياس هواء كتير قوي في اللنج بتاعتك، فاهمني؟ فاللتر ده بيبقى مالي اللي كاس الهواء ده عشان ما تقفلش. لو عملت كولابس كده، يعني فاهم، الكيس ده باظ خلاص، مش هيفتح تاني، لان هو بيبقى فيه زي سائل مخاطي كده. بيبقى هو اصلا فاهم، هو يعني
اكتف ان هو اصلا يلزق في بعضه، فاهمني، ويتعمل كولابس. تمام. يبقى ما فيش حاجه اسمها irreversible. تمام. هو نوت فولي ريفرسبل، يعني هو بيخش بصعوبة وبيطلع بصعوبة. ليه؟ لأن في ناروينج. يعني لو ده اللي هي البرونكاي، هي عند الناس الطبيعيين إن هي كده، لكن عند اللي هو عنده سيبو دي بتلاقيها ان هي ضيقة ضيقة كده. يعني شوف، هي ماشية في المسار ده بس، مش ماشية زي الايه، زي البني آدم الطبيعي في المسار ايه، في المسار ده كله اهو، في المسار ده كله، فاهمني. ده يعني عشان ايه الحتة دي، عشان كان في ناس يعني ايه سألت فيها وقالت لي ان انا عايزك ايه توضحها لي، وانا وضحتها فعلا للناس كتير في المحاضرة. تمام. بيقول لك sometime referred to chronic airway obstruction. تمام. او chronic obstruction obstructive lung disease. هنا هو بيقول لك احيانا بتبقى هي chronic في الايرواي، بيحصل obstructive يعني بيحصل انسداد ليه، ان هو بيحصل ناروينج وانفلاميشن والكلام ده كله. وانت دلوقتي هتعرف التايبس وهتلاقي الدنيا باذن الله ايه خير. بيقول لك الباثو فيسيولوجي اوفر فيو، يعني بيقول لك ايه الحاجات اللي هي مثلا بتحصل، يعني ايه المرض اللي هو بيحصل فيسيولوجيكال لجسمك، يعني ايه اللي الفسيولوجيكال فانكشن بتاع جسمك بتنضغط في ايه اما يحصل للبيشنت ده سي او بي دي. بيحصل له اير واي اند اير سيك، اللي هم سيك لوس. تمام. في الالاستيك كواليتي. معلش يا جدعان عشان انا عايز انام والله. معلش، كل محاضرة كده مش عارف بصور انا محاضرات بالليل. يبقى بيحصل في الالاستيك كواليتي. بص، شايف انت الكيس اللي هو اللي انا قلت لك على الالفيولاي ده، اللي هو الكيس الهوائيه، الحويصلات الهوائيه دي، لازما ان هي تفتح، يعني تفتح كده وتقفل تاني. يعني تفتح تستوعب الهواء اللي جاي لها، وبعد كده تقفل تاني، بس ما بتقفلش كلها. ليه بقى؟ عشان انا قلت لك ان في حبه هوا بيسيبوها عشان ما تعملش كلابس على بعضيها. اسمه ايه؟ شاطر والله العظيم الاعلى، اللي هي ريزيدوال فوليوم. تمام. تمام. هو بيقول لك ان هي بتفقد في الالاستيك كواليتي، يعني هي ما بتبقاش مرنه، فاهم انت، ما بتاخدش وتدي بشكل ودي، يعني ما بتروحش وتيجي، فاهمني. بيقول لك بيحصل للوول between many of the air sick or ايه destroyed. انت المفروض دلوقتي ايه بتراجع. المفروض دلوقتي انت عرفت التايبس. قبل ما اروح له المفروض تكون انت عرفت ده التايبس ايه. هسيبك دلوقتي انت وضميرك بقى. بيقول لك the walls of the airway become thick and inflamed يعني حصل له inflammation، وحصل له sick للاير واي، يعني حصل انفلاميشن في الاير واي، وحصل له ناروينج بسبب السك اللي هو حصل بسبب الانفلاميشن. انت لما بيحصل انفلاميشن هنا، يعني الوول دي اول ما بيحصل لها انفلاميشن، انت حتى لما بتيجي تهرش في جلدك بتحس ان في زي ايه، في زي حبايه كده طلعت، بتحس ان جلدك زاد في الحجم. لما بيحصل انفلاميشن كده بتحس ان الايه الخلايا زادت في الحجم، فبتعمل ناروينج وبتزيد في الايه، بتزيد في السمك بتاعه الايه الخلايا. تمام. بيقول لك the airway make more mucus than usual، يعني بيقول لك ان الميوكس، ان المخاط اللي بيطلع من الاير واي سيل، بيطلع من اللي هي ال- شفت انت الريسبيراتور جلاند اللي هي بتعمل السبيوتم، هي دي. بيقول لك بيزيد الميوكس اللي بيطلع منها اكتر من العادي. ما كلمة يوجوال دي معناها ده العادي، يعني ده الطبيعي اللي هو بيحصل. بيقول لك ان هي بتعمل ميوكس زاد اليوجوال العادي. تمام. وبتعمل كولوج زم، يعني بتقفل الاير واي. كولوج معناها ان هي بتقفل او تسد. بيقول لك اللي الحاجات اللي هي بتعمل السي او بي دي اللي هي الكيس او ريسك فاكتور. اول حاجه السموكينج، يعني دي لو جات لك في الام سي كيو وقال لك الكيس بتاع السي او بي دي، لو جاب لك كل دول انا عايزك تختار السموكينج وسيبك من كل دول. تمام. عندك الاير بليوشن، اللي هو لو مثلا الشخص عايش في منطقه فيها مثلا تلوث، فيها مثلا، عارف انت المناطق اللي هي الفلاحين والكلام ده، اللي هم مثلا على طول بيولعوا في الزباله والكلام ده. او مثلا عايش مثلا في بيئه مصانع كلها دخان مصانع، عايش مثلا جنب مصانع اسمنت ورخام، الكلام ده كله كلها مليانه ضغط، اتربة، حرفيا بتبوظ اللنج عند البيشنت ده بطريقة رهيبة.
يعني بتعمل اريتيشن للايه، بتعمل اريتيشن لللنج والريسبتور، كل الريسبتورات اللي هي جوه اللنج اير واي وجوه اللنج نفسها بتعمل لها اريتيشن. تمام، وبتدمر حاجات كتير قوي الضغط. عندك جينيتك، يعني بيكون بسبب مثلا ان هو مثلا بتلاقي في الفاميلي، بتلاقي مثلا حد، الاب والام والجده والجده عندها سي او بي دي، فبتلاقي حد من الاولاد او حد من الفاميلي بتلاقي عنده سي او بي دي. اكيوبيشن، حرفيا انا دورت لها على ترجمه ما لقيتلهاش، يعني انت احفظها كده. كانت تاني يا جدعان، تايبس اوف كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز. عايزك بقى تركز في الحته دي عشان انا قلتها لك في اول الفيديو، قلت لك ان هي محاضرة مترتبة على كلمتين ونص، وقلت لك الحاجات اللي هي ايه مترتبة عليها، وكان أولها ايه التايبس اوف كرونيك اوبستراكتيف pulmonary disease. عايزك بقى تركز أوي. بص، هو حرفيا هو في 3 تايبس مش 2 تايبس، بس احنا في المنهج 2 تايبس بس، مش عندنا التالتة. فعايز بس أقول لك التايبس كده، يعني التالتة دي انت عرفها عن نفسك. تمام، هي مش علينا، عرفها عن نفسك. انا هقول لك بس اسمها، مش هقول لك الكاركترايز بتاعتها، ولا اقول لك دي بتعمل ايه وبيحصل فيها ايه ولا اي حاجه. تمام. عندك اللي هي السي او بي دي هم 3 تايبس، اللي هي برونكايتس والانفيزيما وحاجه اسمها برونكتيزس. تمام. برونكتيزس مش علينا. تمام، علينا بس البرونكايتس والانفيزيما. برونكايتس هو بيقول لك هي كرونيك برونكايتس a disease of the airway defined as present of coughing and sputum protection for at least 3 months in each 2 years. بص انا عايز بس الخصه لك في 3 كلمات. البرونكايتس 3 كلمات: في كوفينج، في بروتكشن للسبيوتم، في حاجة اسمها ايه، في حاجة اسمها ديزنيا، بس الديزنيا مش مكتوبة عليك، بس الدكتور قالها. تمام، الدكتور قالها، يعني دي برضو الى حد ما هي مش عليك، بس انت بس عايز تعرفها عشان برضو ايه، اكيد انت الحاجة دي هتقابلها يعني في المستشفى، بس انت لازم تعرفها. اللي هي ايه، اول حاجة خالص coughing is protective protection للسبيوتم، اللي هو بيعمل اكسسيف للسبيوتم. يعني انت مثلا في الطبيعي ان انت الريسبيراتوري جلاند اللي هي بتعمل السبيوتم دي، بتبقى بالنسبه للبني ادم النورمال بيكون السبيوتم خفيف، يعني زي السليفري كده. شفت انت السليفري بيبقى زيه. بالنسبه للبني ادم اللي هو عنده ديزيز او اي حاجه في الريسبيراتوري اير واي، بيبقى عنده السبيوتم جارك انت، بيبقى عنده السبيوتم فيسكوستي، تلاقيه كده سميك وتقيل، فاهمني، وبيطلع مره واحده جارك انت. تمام، بيبقى ده عنده اكسسيف للسبيوتم بروتكشن. تمام، وبيبقى عنده الكافينج بيقول لك بيبقى ليست 3 مانثs للايه للاتش 2 years، يعني بيبقى اقل حاجه خالص بيفضل يكح 3 شهور لكل سنتين. تمام، ده بالنسبه للبرونكايتس. يبقى البرونكايتس انا عايزك بس ايه، عايزك تعلمها ب3 حاجات، فكك من ال3 شهور ده كل سنتين والكلام ده. انت علمها ب3 حاجات اللي فيها كوفينج وفيها بروتكشن للسبيوتم، والتالتة لو مش عايز تحفظها اللي هي اسمها ديزنيا. تمام. تمام. عندك الامفيزيما. الامفيزيما دي الدكتور ساعة ما جه شرحها كان قال كذا حاجة، قال لك ان انت بتلاقي الهواء، الهواء اللي هي اللنج بتيجي تطلعه بتعمل لها اكسهيليشن، بتلاقيه ان هو بيتحبس تحت الجلد. يعني انت كده لما بتيجي مثلا تحس ان رقبة المريض كده، ان رقبة البيشنت، بتلاقيه حرفيا في زي مطبات كده، في مطبات في الجلد. مطبات في الجلد دي اللي هو الجلد حابس هوا. تمام، اللنج بتسرب يعني، فاهمني. دي اهم حاجة، اهم كلمة فيها، مفتاح الحل بتاعها اللي هو بيحصل ديستراكشن للوول اوف ذا ايه اوف ذا الفيولاي. يعني هو بيحصل، شفت انت الالفيولاي ده، الكيس اللي انا كنت ايه، اللي انا كنت شرحه لك من شوية. الكيس ده اللي هو يعتبر بيخزن الهواء، ده اللي بيخزن الهواء عشان يحصل بينه الايه الجاز اكسشينج بين الكابيلاري. ده بيحصل، شايف انت الايه، شايف انت الوول اللي هي جواه دي، اللي هي الجدران اللي جواه اللي هي بتخزن الهواء دي بيحصل لها ديستراكشن. يبقى انت تعرف دلوقتي الفرق بين البرونكايتس والفرق بين الامفيزيما. البرونكايتس بيبقى فيها كافينج ويبقى فيها بروتكشن للسبيوتم وفيها الديزنيا، والديزنيا مش عايز تحفظها ما تحفظهاش. تمام. والإمفيزيما فيها بس اللي هي كلمة destruction of the wall of the ايه of the alveoli. بس انا مش عايز اعرف، مش عايزك تقول لي اي حاجة تاني. تمام. بس عندك بقى الكلينيكال مانيفستيشن، بتشوف ايه على المريض؟ بتشوف عنده كرونيك كافينج زي ما انا قلت لك ان هو بيفضل يكح لمدة 3 شهور.
لكل سنتين. تمام. بيبقى عنده سبيوتم بروتكشن، بيبقى عنده ديسبينيا. تمام. اون ايه، اون اكسيرشن. بيبقى عنده ويت لوس. بغل التشيست اللي انا قلت لك بتلاقي زي مطبات كده، ايه مطبات في الحته اللي هي فوق صدره على طول دي، بتلاقي تحس ان ايه، زي هو في حابس هوا تحت جلده. دي اللي هي اسمها بغل الشيست. بقى عنده شيست انفكشن. تمام. بيقول لك في انذر سيمتومز بتبقى ايه، بتبقاش باينه قوي ان المريض ده فعلا عنده سي او بي دي، زي الانكل سويلنج. بتلاقي ان هو الايه، الانكل بتاع البيشنت فيه ورم. تمام. بقول لك ازاي تعمل اسسمنت ودايجنوزس للبيشنت ده. بتشوف السيمتومز اللي احنا قلناها اللي هي بتاعت البرونكايتس. هقعد افكرك بيها برضو. البرونكايتس 3 حاجات اللي انت بتلاقي عنده كافنج، كرونيك كافنج اللي هو بيقول لك انا بقالي بتاع 3 شهور متواصلين قاعد بكح. بيقول لك ان انا عندي اكسسيف بروتكشن للسبيوتم. يعني بطلع سبيوتم كتير، اكتر من الطبيعي بقالي كتير قوي. فيزيكال اكزامينيشن، ان انت تشوف لو هو عنده بغل الشيست، ان هو حابس فيه هوا محبوس في الشيست بتاعه. بتاخد منه سيمبل للسبيوتم، بتاخد عينه من السبيوتم بتاعه بتحللها في المعمل، وبتعمله شيست اكس راي. تمام. وبتعمل له سي تي اللي هي مقطعيه، عشان لو في اللي هي ديستراكشن في الوول، اللي هي بتاعت ايه، شاطر والله العظيم اللي قالها، اللي هي للانفيزيما، اللي هي بتاعت الوول بتاعت الالفيولاي. تمام. وبتعمل له ارتيريال بلاد جازز تيست. هتقول لي ليه ارتيريال، ليه مش فينس؟ اقول لك ليه. انت دلوقتي، انا عايز اقتنع منك اقتناع. انت عارف كويس ان الارتري هو اللي بيودي الدم طازه كده، متعبي بالاكسجين، ومتعبي بالايه، ومتعبي بالنيوترانس، متعبي بالمغذيات، ورايح للخلايا. والفينوس بيبقى راجع من الخلايا بالويست برودكت وبالكربون دايوكسيد، وكل الحاجات اللي هي عايزه تتعمل لها اكسكريشن. فانا طبيعي ان انا هقيس من الحاجه اللي هي ايه الجاهزه، يعني الحاجه اللي هي اتجهزت، ان انا هعمل عليها ايه، هعمل عليها تيست كده. هل الحاجه دي فعلا طالعه صح وطالعه كده بالكواليتي بتاعتها، ولا مش طالعه بالكواليتي بتاعتها؟ هل ان هو طالع في الارتيريال بلاد فيزل، طالع في الفيزل ده، طالع فيه فعلا نسبة الأكسجين اللي هي المناسبة، اللي هي بتبقى خلاص بقى، اللي هي البلاد سيل شايلة نسبة الأكسجين الكافية اللي هي فعلا بتشيلها، ولا لأ؟ فاهمني؟ يبقى كده الريسبيراتور فعلا ما فيهاش ايه، ما فيهاش ديسفانكشن. هي مطلعه لها كل نسبة الأكسجين، وواخدة منها كل نسبة الايه، الكربون دايوكسيد اللي كانت جاية لها بيه. يعني كرة الدم دي كانت جاية بكربون دايوكسيد، وكانت جاية بويست برودكت، كانت جاية بحاجات اللي هي الفضلات بتاعة الايه، بتاعة الخلايا. هي بتديها لللنج. تمام. اما بتديها لللنج، اللنج بيديها أكسجين. والنيوترانس بيجيبها من كذا حاجة. النيوترانس انت عارف ان هي المغذيات بتمتص من الجهاز الهضمي وبتروح للليفر، والليفر بعد كده بياخد الايه، بياخد الدم ده بيوديه للايه، بيوديه للهارت، وبعد كده الهارت بيوديه للخلايا كلها بتاعت الجسم. تمام. ده حوار تاني، بس انا بايه، بحاول ان انا ابسطهولك. البلس اكزامينر، اكزاميتر، ان انت هتقيس له البلس، وبتعمل له بالمونري فانكشن تيست اللي هو اسمه ايه، اسبيرومتري. السبيرومتري ده دي معادلة كده ان شاء الله، يعني لو ربنا كرمك بالزمالة، ان انت تعمل زمالة او كده، فانت يعني طبيعي ان انت تسيل فيه. ساعتها بقى انا مش هشرحه لك، يعني الحوار يطول شرحه، يعني ممكن مثلا يخش له في نص ساعة شرح لوحده. فساعتها انت تبقى هاتها من على النت. تمام. وتبقى ايه، تبقى عارفها. في عندك بقى الكومبليكيشن بتاعت السي او بي دي. السؤال ده جت في الميد تيرم، وجت في الفول اب. تمام. والحتة اللي تحت دي برضه جت في الفول اب وجت في الميد تيرم. عايزك بقى تركز معايا كويس. بيقول لك الكومبليكيشن ان هو يحصل ريسبيراتوري insufficiency. sufficiency اصلا معناها نجاح. insufficiency يعني عدم النجاح. تمام. يعني هيحصل فشل، يعني عدم النجاح ما المرادف بتاعها فشل، فشل في الريسبيراتوري. او يحصل فيلير، برضه فيلير معناه فشل. بيقول لك ده بيبقى ميجور لايف ثريتنج، اللي هو بيبقى حاجه كبيره قوي بتهدد الحياه. من الكومبليكيشن اي سي او بي دي بيحصل نيمونيا، وبيحصل اتلاكتيزس. النيمونيا انت كده كده عارف النيمونيا معناها ايه. اتلاكتيزس دي معناها ايه؟ شفت انت فاكر الالفيولاي اللي انا قلت لك الكيس ده اما بي ايه، اما بيقفل على بعضه بيعمل كولابس. الكولابس ده اما بيجي يقفل على بعضه دي اللي اسمها اتلاكتيزس. تمام. في حاجه اسمها نيموثوركس، ان هو بيبقى في ميه بتتكون حوالين الرئه،
سببها ايه المية؟ عشان برضه في ناس برضه بتحب ان هي تعرف سبب الحاجة. سبب الحاجة ان هي بيبقى المشكلة اغلبيتها بتبقى في الهارت. الهارت بيجي مثلا بتكون كمان سبيسيفيك فين؟ سبيسيفيك في الليفت سايد للهارت. لانك انت عارف دلوقتي ده الهارت اهو. ثانية واحدة، تعالى اما نرسمه كده بالراحة. اهو ده الهارت، تمام. اهو ده الهارت، اهو رسم كروكي كده. ده السوبيريور فينا كافا اهو، وده الانفيريور فينا كافا. الدم بيخش من هنا وبيخش من هنا، تمام. ده الرايت اتريوم، وده الرايت ايه، وده الرايت فينتريكل. بيطلع من الرايت فينتريكل إيه اسمه، ايه ده، شريانين كده اسمهم ايه، اسمهم بالمونري ارتري. تمام. البلمونري ارتري دول بيطلعوا للايه، بيطلعوا لللنج، يقول لها بعد اذنك انا عايز ايه، عايز الدم ده اعمل له اوكسجينيشن، احط فيه اكسجين عشان اوصله للخلايا. بعد اما الايه، بعد ما اللنج تعمل البلد ده كله اوكسجينيشن، بتنزله على 4 فين اسمهم بالمونري فينز. بتنزلهم لمين؟ بتنزلهم للليفت اتريوم. ومن الليفت اتريوم بينزلهم على الليفت ايه، بينزلهم على الليفت فينتركل، ومن الليفت فينتركل للاورطه للجسم كله. ازاي بقى بيحصل ترشيح للميه؟ دلوقتي اللنج خدت الايه، خدت الدم من الايه، من الرايت فينتركل. خدت الدم من الايه، من البطين الايمن، اتدخلها الدم وعملت ايه، اوكسجينيشن. جت ترجعه للليفت اتريوم، لقيت ان الليفت اتريوم مثلا اللي هو الفالف بتاعه فيه مشكله. اما بتيجي تدخله الدم بتلاقي ان الدم مش كله اللي بينزله. او مثلا ايه، بتلاقي مثلا في الليفت فنتريكل، في فيلير، مش قادر يضخ الدم كله، فمركون في الدم انت عارف كويس ان الايه، ان الليفت اتريوم ده بيبقى مخزن الدم. اول ما الليفت فنتريكل يضخ الدم للاورطه، والليفت فنتريكل يفضى منه، بيعمل ريلاكسيشن. دي اللي هي اسمها دايستوليك. بيعمل ريلاكسيشن علشان يستوعب الدم اللي جايله منين، اللي متخزن له في الليفت اتريوم، تمام. اما بيكون بقى الليفت فينتركل مش قادر يضخ الدم كله، فهو ما بيضخوش كله، فما بيعملش ريلاكسيشن قوي. فلما يجي برضه البلمونري تيجي تنزل الدم على الليفت اتريوم تلاقيه مليان، فالدم يرد لمين، يرد للبلمونري. فبيحصل ترشيح يعني، بيتسرب بقى الدم ده، بيتسرب حواليها كده وبيطلع منه فلويد والكلام ده كله، وبيترشح ايه، بيترشح ميه حوالين الرئتين، تمام. شرحت لك فيسيولوجي دلوقتي اهو. وعندك حاجه اسمها بالمونري ارتيريال هايبرتنشن، ودي برضه ممكن تسأل فيها ويقول لك دي بسبب الايه، بسبب البلمونري، بس هي مكتوبه غلط يعني، كور المفروض تكتب كور بالمونري. بيقول لك بريفنتيشن للميجور، بريفنتيف يعني بيقول لك انت ازاي تمنع بقى الدرجات بتاعه السي او بي دي. بيقول لك افويد اكسبوجر للايه، للسيجاريت والبويب والسوجر سموكينج والكلام ده كله. يعني بيقول لك ان انت ما تتعرضش للايه، ما تتعرضش للسجاير، عشان هو اول ريسك فاكتور واول الكيس قال لك السموكينج. يعني بيقول لك انت ما تتعرضش ولا لدخان السجاير ولا تتعرض ان انت تشرب سجاير، تمام. بيقول لك افويد يوز اللي هو الايرosol سبراي. الايرosol اي حاجه اللي هي مضغوطه جوه الايه، جوه بخاخه كده، عارف انت السبراي. بيقول لك ما تستخدمهاش وتشمها، عشان الحاجات دي بيبقى فيها حاجات بتعمل irritation للايروي عندك، بتحفز يعني الكحه وبتحفز الانفلاميشن، تمام. بيقول لك stay indoor، يعني بيقول لك اقعد في البيت اما بيكون البولين دي هاي. البولين دي معناها ايه يا رب؟ البولين دي معناها اللي هي حبوب اللقاح. حبوب اللقاح دي برضه بتعمل اريتيشن للايه، بتعمل اريتيشن للايرواي. دي على فكره الحته اللي هو صاحبنا قال لنا عليها ايه، اللي هي دي هتيجي في الامتحان، وهي النقطه دي اللي جت في الامتحان الميد، ولا مش فاكر الفول اب، تمام. بيقول لك ستي اندور اما بيكون التمبريتشر او الهيمادينتي بوز هاي. بص يا مستاهل، الهيمادينتي دي معناها يعني اما بيكون الرطوبه عاليه او التمبريتشر عالي، تمام. بيقول لك يوز اير كونديشننج. اير كونديشننج ده التكييف. بيقول لك ان بيساعدك على الهيلب ديكريز بليوشن، اللي بيقلل التلوث في المكان، وبيعمل كمان كنترول للتمبريتشر. بيقول لك كمان ان انت افويد اكسبوجر، ان انت تمتنع ان انت تتعرض للايه، للبيرسون النون تو هاف كولد، يعني ان هو معروف ان هو عنده برد
او another respiratory tract infection، او عنده اي infection في الايه في الريسبيراتوري تراكت، عشان ما تتعديش منه. بيقول لك avoid enclosed، بيقول لك ابعد عن الزحمه، او crowded area اللي هي برضو فيها ازدحام او الكلام ده، during الكولد او الانفلونزا، يعني اثناء البرد واثناء ما بيكون في انفلونزا. يعني انت عارف ان مثلا دخلت الشتاء والكلام ده، ابعد عن التجمعات وابعد عن الحاجات الزحمه. تمام. بيقول لك obtain الاميونيزيشن. اميونيزيشن دي معناها اللي هي التطعيمات او ايوه التطعيمات، اميونيزيشن معناها التطعيمات. بيقول لك against الانفلونزا والستريبتوكوكاي نيمونيا، يعني انت تاخد التطعيمات اللي هي ضد الانفلونزا وضد اللي هي الستريبتوكوكاي اللي هي بتعمل نيمونيا. تمام. في بقى اخر حاجه خالص انا عايزك برضو تعرفها، فين اللي هي لا، في حاجتين بجد مش حاجه واحده، اللي هي فارماكولوجيك ثيرابي، اللي انت بتستخدم ايه للمريض ده، بتعمل له، بتستخدم له اي حاجه بتعمل برونكو دايليتور، يعني اي حاجه بتوسع الشعب الهوائيه. وانت طبعا انت لسه طالع من امتحان فارما، انا عارف ان هو زعل ناس كتير وزعلني انا شخصيا. مثلا هتديله اي حاجه زي مثلا الاتروبين، بيقفل الماسكارينيك ريسبتور، بيعمل برونكو دايليتيشن. حاجة مثلا زي الأدرينالين، عيلة الأدرينالين كلها، عيلة السمباسو مايميتك كلها، عيلة الباراسمباسوليتك، العيلة دي كلها بتعمل برونكو دايليتيشن. تمام. كورتيكوسترويد. كورتيكوسترويد ليه اديله ليه كورتيزون؟ عشان الكورتيزون انتي انفلاماتوري دراج، يعني حرفيا اقوى علاج بيعمل، بيزيل الانفلاميشن، اقوى علاج بيزيل الانفلاميشن. يعني لو قلت لاي حد ايه يعني ايه الحاجه اللي هي فعلا بتستخدم للانفلاميشن في الحاجات الامرجنسي زي مثلا البرونكيال ازمه او السي او بي دي اما بيكون الحاله اكيوت، هيقول لك كورتيزون، كورتيكوسترويد. تمام. انتي بايوتيك لو المريض ده عنده في الاير واي انفكشن. فاكسينز دي التطعيمات، التطعيمات او فاكسين هي التطعيمات. تمام. او اللقاحات. ريسبيراتوري ستيمولانس، ان انت حاجات بتشجع الريسبيراتوري سيستم، اللي هو بيخلي يعني مثلا البيشنت اصلا اللي هو بيبقى عنده ريسبيراتوري انفكشن او عنده سي او بي دي او عنده برونكيال ازمه او عنده اي حاجه في الريسبيراتوري، بتلاقي عنده ايه؟ برادي بينيا. ان هو بتلاقي عنده نسبه الريسبيراتوري عنده مش زي ما انت بتتنفس، الريسبيراتوري ريت مش زي عندك. تمام. مايكوليتيك، حاجات بتذوب البلغم، عشان انت عارف برضه في البرونكايتس اللي هو كان بيبقى عنده اكسسيف بروتكشن للسبيوتر. تمام. عندك بقى دي اخر واحده وعايزك تركز فيها قوي، عشان اللي باقي كله يعني بجد يعني ملوش اي تلاتين لازمه. بس في حاجه كده كنت عايز بس اضيفها لك في النيرسينج بروسيس قبل ما انساها، عشان انا اول ما شفت كلمه نيرسينج بروسيس، ايه هي اللي انا عايز اضيفه لك؟ ان المريض اللي عنده سي او دي ده الوحيد اللي هو بيتحط على اكسجين. لما انت بتيجي تعمل له اكسجين سيرب، لما انت بتيجي تحطه على الاكسجين بتعمل له لو ريت، يعني بيكون على يعني مستوى ضعيف قوي من الاكسجين. هتقول لي ليه بحطه على مستوى ضعيف قوي من الاكسجين؟ ودي ما اتقالتش برضه في المحاضره، اقول لك ليه. البيشنت اصلا عنده ناروينج في الاير واي تراكت، يعني البرونكاي اصلا اللي هي بيخش من خلالها الهواء لللنج، هي ضيقه وفيها انفلاميشن. يعني الهواء لو انت معلي الريت اصلا، معلي كميه الهواء اللي بتخش للمريض، معلي كميه الاكسجين اللي بيخش للمريض، هتفضل تخبط في الوول، تخبط في الوول. انت عايز تدخل كميه كبيره من فتحه صغيره، فهتفضل تخبط في الوول، فهتسبب انفلاميشن، يعني فوق الانفلاميشن اللي عند البيشنت. انت مش كده بتعالج المريض، انت كده بتأذي المريض اكتر ما هو مأذي. فاهمني؟ فده على فكرة اقسم بالله ممكن تتسأل فيها، وده على فكرة موضع امتحان وسؤال مهم جدا، ان انت تحط المريض على لور ريت من الاكسجين سيرابي. تمام. لما انت تيجي تعمل للبيشنت اكسجين سيرابي. عندك بقى السيرجيكال مانجمنت. عندك اول حاجة اللي هي بوليكتومي. بوليكتومي دي ان انت بتعمل تعمل اكسجن للي هي للسك،
اللي هي الالفيولاي اللي هي معمول لها ديستراكشن. زي مرض ايه، اديك قلت اهو، اديك قلت. انا سامع والله، حاسس ان في حد فهم وقالها. الانفيزيما صح. اهو بيقول لك سيرجيكال اوبشن فور select patient with bolus emphysema enlarged air 6 that do not contribute. مؤاخذة يا جدعان، عشان والله العظيم فعلا خلاص يعني. بس اوعى انشف اوعى تكون زيي. بيقول لك فنتيليشن مش عارف ايه، يعني هو بيقول لك اللي هي واخده مثلا واخده مساحه ما لهاش اي تأتي اللازمه. دي الترجمه بتاعتها، ان هي واخده مساحه ما لهاش اي تأتي اللازمه. وانت اهم حاجه اللي انت تعرفها اللي هي في الانفيزيما. تمام. وكلمه بولس دي ان هي موجوده. هي حتى بص شبيهه بالايه، شبيهه يعني بالحاجه اللي بيتعمل لها ديفينيشن. تمام. عندك اتنين اللي هي لانج فوليوم ريدكشن سيرجري. عندك في حاجتين وممكن تتلخبط فيهم، وانا حرفيا اتلخبطت فيهم في حاجات كتير. يعني انا جات قدامي اسئله زي دي كده واتلخبطت فيهم. وعندك حاجه اسمها لانج ترانسبلانتيشن، يعني زرع رئتين. وعندك دي بتبقى اسمها لانج فوليوم ريدكشن سيرجري. مفتاح الحل بتاعها فكك من كل ده بقى. مفتاح الحل بتاعها اللي هي بتبقى بالبرايمري امفيزيما. تمام. دي بتبقى في البرايمري امفيزيما اللي هي لانج فوليوم ريدكشن سيرجري. اللي تميزها بقى اللي هي لانج ترانسبلانتيشن. امتى اعمل لانج ترانسبلانتيشن؟ اما بيكون في الاند ستيج للامفيزيما. ده بيكون في البرايمري امفيزيما. سيبك من الاند ستيج جي سي او بي دي، ما تركزش فيها عشان انا اتخدعت فيها وناس كتير اتخدعت فيها يا ابني والله. سيبك من اند ستيج جي سي او بي دي، مالكش دعوه بالسي او بي دي. اهم حاجه اما بتكون برايمري امفيزيما تبقى اللانج فوليوم ريدكشن سيرجري. لما بتكون خلاص بقى في الاند ستيج للامفيزيما تبقى فين؟ تبقى لانج ترانسبلانتيشن. خلاص ده البيشنت ده يزرع له رئتين. تمام. الباقي كله كلام انا شايف انه روتيني. اقراه عايز تقراه اقراه، مش عايز تقراه ما تقراهوش. الكلام كله اقسم بالله مش هيسألك فيه، والله العظيم ما هيسألك فيه. كان في بس حتة انا حلفت عليها وواحد صاحبي قال لي فعلا هتيجي عليها، اللي هي دي preventive measure. ركز فيها، ودي النقطة اللي هي جت في الامتحان. ركز فيها كويس واقراها بتعمق كده. ما تحفظهاش، هي بتيجي لوحديها والله العظيم. الحاجات دي بتيجي لوحديها، الحاجات دي بس عايزة تفهمها. يعني انت بتقعد في البيت اما بيكون ايه، اما بيكون في هاي تمبريتشر في الكلام ده طبيعي. فاهمني؟ يعني الحاجات دي لوحدها كده. حاول تفهم نفسك الحاجة، ما تصعبش الدنيا على نفسك، وان شاء الله خير. يبقى انت عندك الحاجات المهمة اللي هي preventive measure، وعندك اللي هي بتاعت السيرجري مانجمنت، وعندك الفارماكولوجيك ثيرابي. وقلت لك الاكسجين ثيرابي دي هتعمل فيها ايه، اللي هو لو ريت. وعندك ايه تاني؟ وعندك الكومبليكيشن مهم جدا مهم جدا مهم جدا. كلينيكال مانيفستيشن عايزك تعرفها بس. وعندي برضو حاجة دي insufficiency. دي جت على فكرة في الفول اب، وناس كتير أوي غلطت فيها، وانا برضو من الناس دي. respiratory insufficiency كانت جايبة sufficiency بس من غير ان. sufficiency يعني نجاح الريسبيراتوري سيستم، غلط. يعني بيقول لك الكومبليكيشن للسي او بي دي هيبقى فشل الريسبيراتوري سيستم. ركز فيها برضو. وايه تاني؟ وركز في الامفيزيما، وركز في البرونكايتس، مهمين جدا 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 جدا. وركز في الريسك فاكتور، اهم حاجه كده فيهم السموكينج. وركز في كلمه نوت فولي ريفرسبل. الكلام ده مهم. حاول لو انت معاك هايلايتر عيد الحته اللي انا قلت لك عليها دي. خد هايلايتر كده، خد على الحاجات المهمه دي وفهمني. ان شاء الله خير. كده احنا خلصنا محاضره، ومحاضره سهله قوي، اقسم بالله سهله بطريقه لا تتخيلها. عشان بس في ناس ممكن تخش تسألني في محاضرة أنا فوتها اللي هي بري أوبريتيف، هي كلمتين ونص. ما تفكرش يا اسطى، المحاضرة تتقري ما فيهاش كلام، أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله ما فيها كلام أنت تسأل فيه. الكلام كله روتيني. أنت هتعمل إيه للمريض اللي هو داخل عملية؟ هتكلمه على الحاجات اللي هو هيمر بيها هيعدي بيها، الكلام كله روتيني. أنت بتترجم إنجليش
اقراها يا اسطى، اقراها يعني، حط قدامك الترجمة وحط قدامك المحاضرة، اقرأها بس، اسمع مني اقرأها بس. المحاضرة تتقرأ بس، افهمها، حاول تفهم. الحوار اقسم بالله سهل اوي، هتلاقي الحوار لوجيك في نفسه. يعني الحوار مش محتاج حفظ، مش محتاج حاجات جديدة هتفهمها. الحوار لوجيك. يعني طبيعي ان انا المريض اللي هو مثلا داخل على عملية او كده، ان انا ما يقيسوش ان ايه هو الكلام ده، يعني الكلام ده كله اللي هو هتلاقيه حرفيا جوه المحاضرة. تمام. وعايزك كده تستحضر معايا ربنا، وتقول يا رب استودعك يا رب العالمين كل المعلومات اللي انا ذاكرتها. وعلى فكرة، اما انت بتستودع ربنا حاجة، ربنا لا تضيع ودائعه. ان شاء الله ربنا يكرمك ويرزقك الفهم، ويكون رزقك الفهم ويرزقك الفهم والحفظ، ويرزقك معيته، ويرزقك يا رب العالمين النور كده عند السؤال، والنور عند الإجابة، واختيارك الصح. كل إن شاء الله حاجة خير بإذن الله بتتمناها. عايزك بس متقلقش من أي حاجة، والله العظيم والله العظيم والله العظيم الحوار سهل. انت بس، انا عايزك، انت ذاكرت دلوقتي، انا عايزك بس تراجع. تراجع بس، يعني الحاجات اللي انا قلتلك عليها مهمة اعمل على هايلايتر. وباقي الحاجات اللي انا قرأتها معاك، انت بس يعني اقسم بالله كفايه قرايتها وكفايه ان انا وضحته لك بس. يعني انت ما تحطهاش في دماغك. الحاجات اللي انا قلتلك عليها مهمه دي اللي انت تراجع عليها، ويعني في المحاضره اللي فاتت، المحاضره دي، المحاضره اللي قبليها، الحاجات اللي انا قلتلك عليها مهمه هي الحاجات دي بس، انت تركز عليها، وما تيجي تراجع راجع عليها. تمام. ان شاء الله نعمل لك كل المحاضرات، وهتلاقي باذن الله الدنيا سهله. واسف ان انا لو هنكت كده في النص، اسف. كل الناس بتهنج وكل الناس بتعمل. فيا رب يا رب يا رب يا رب تكون استفدت، وعايزك تدعي كده دعوة بظاهر الغيب. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.